ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده عن لو انت بتحب حاجه وعايزها قوي، اسعى ليها. مش عيب ان انت تسعى ليها، مش حرام ان انت تسعى ليها. في حاجات كتير قوي احنا بن نسيبها كده وزي ما تيجي تيجي، وبنبقى عايزينها قوي من جوانا ومش بنسعى ليها. طب ليه؟ طب ما تسعى ليها. انت ايه خسران ايه لما تسعى ليها؟ اسعى ليها وهي هتجيلك. بنت انت بتحبها، شغل انت عايزه، فلوس انت عايز تسافر بلد معينة، ما اسعى للحاجات دي هتجيلك. لكن طول ما انت قاعد مكانك وانا نفسي في الحاجة دي، انا نفسي، انا هموت عليها، انا مش عارفة ايه، انت بتتكلم بس، الكلام بس ما بيعملش حاجة. كلام بس انت يعني كأنك ايه، كأنك نايم. انت وانت نايم بتعمل حاجة، بتحقق اهداف في حياتك، بتسافر وانت نايم، بتروح تخطب واحدة انت بتحبها وانت نايم. انت نايم ما بتعملش حاجة. قوم واسعى وحقق احلامك وحقق هدفك. اصل احنا بنعيش مره واحده، فانت هتحقق احلامك امتى؟ انت عايز تسافر، هتسافر امتى وتروح وتيجي امتى؟ اسعى للحاجه اللي انت عايزها. ما ينفعش ان انت تفضل تقول انا هعمل وعايز 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 وانا هعمل، وتقول انا هعمل. طب ما تعمل، ما تقولش بقى. انت ما تقولش انا هعمل، اعمل اللي عليك علشان توصل اللي انت عايزه. الفرص بتيجي مرة واحدة. ممكن تيجي لك فرصة حلوة قوي وانت عمال تتمنى وتقول انا هعمل، ويا رب يا رب انا هعمل، يا رب انا عايز اعمل، يا رب. ربنا قال لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. اسعى، انت اسعى. واحسن ما تلاقي البنت اللي انت بتحبها راحت اتخطبت ولا اتجوزت. اسعى ان انت تسافر، اسعى ان انت تعمل فلوس، اسعى ان انت، معلش، هو في ناس دايما تقول لي الحاجه دي صعبه، الحاجه دي انا مش هقدر، الحاجه دي انا تقيله قوي، انت بتتكلمي وخلاص. ومش بتكلم وخلاص يا جماعه. طب والناس اللي عملت دي يعني عملت ازاي؟ ما هو يعني سعوا علشان هم كانوا عايزين الحاجة بشدة. طول ما انت عايز الحاجة بشدة اسعى لها كمان. هتجيلك. التمني مع الإصرار مع الاستمرارية بيعمل كل حاجة. لكن لما انت تفضل واقف كده مكانك وتقول انا عايز اجيب، انا عايز اعمل، انا عايز اسافر، طب انت بتطلب بس، لكن انت ما بتعملش حاجة. ليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلاب. فانت ما تفضلش قاعد مكانك كده وبتتمنى وبتقول انا عايز، لا. قوم واسعى وشوف ايه اللي وراك وايه اللي عندك، وشوف حياتك، وشوف مستقبلك، وشوف البنت اللي انت بتحبها، وشوف ما حدش. هي مش هتقعد لك، هي تروح تتخطب وتتجوز وانت لسه قاعد بتتمنى. السفر مش بيخلص ولا اي حاجة، بس هتكون انت كبرت في السن. لما انت بقى تيجي تسافر مش هتبقى مستمتع بالسفرية. ففي حاجات لازم ان انت تسعى لها من دلوقتي. ما تفضلش واقف كده مكانك محلك سر والناس كلها عمالة تجري من حواليك. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم. اعملوا لي اللايك بتاعكم الجميل، واعملوا لي اشتراك في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.